صباح الخير وصبحتوا، واش راكم؟ ان شاء الله راكم لاباس. اليوم درت لكم دولمة تاع كروم بنينة سهلة خفيفة، أكلة جزائرية 100%. شوفوا البنات، أنا عندي طرف تاع دجاج، درت معاه 4 سنات تاع ثوم، حبة تاع بصلة متوسطة، درت شوية كمون، شوية فلفل أكحل، عرق أصفر، وكرفشت عليهم نص حبة تاع طماطيش، ولحت معهم الزيتون وخليتهم يتكسكوا. كي تعرفوهم دخلوا يعني في بعضهم مليح الدواوات مع صوالح كامل اللي راهم في الكيكوت مع الزيت تقريبا درت 3 مغارف تاع زيت ونص مغرفة تاع سمن أو زبدة، ودرتهم سكرت عليهم. هذونا البنات درت 4 سنات تاع ثوم، نص حبة تاع بصلة صغيرة، درت ثاني قرفة فلفل كحل كمون، ما درتش العرق الأصفر هنا في الخلطة هذه. ما عنديش هنا الحشاوش، خلطتهم مليح، درت تقريبا نص فنجال تاع روز وخلطتهم مليح، دخلتهم في بعضهم، بعد درت عليهم البيضة، درناهم في الكرم، طابلي الكرم فورته أكيد في الملح شوية كمون، وبعد قطعته وحشيت فيه الخلطة. هذا فلفل حار، لازم نحطه، يعني مائدة الجزائرية لازم الفلفل الحار يتحط في الطاولة. وهذا خبز، يعني نوريت لكمش كيفاش يدير، بصح يجي نهار هذا الخبز التركي. درت له دوكا البيض ودرت له الساندويج وحط حلاوة باش يطلق لي البنة ديك البنينة. جا خبز البنات هايل، كاش نهار نديروه. شوفوا كيفاش داير وحشيش ورطب، كيفاش داير راكم تشوفوا. خليته يطلع مليح، اما لا طابلي في مدة قليلة. هذا الدولمة تاعنا بنينة، حاولوا تجربوها. واكيد يعني ما كانش عائلة جزائريات ما درتش مش دير في الدولمة تاع الكروم كامل تعرفوها، ولكن حبيت نشاركها معكم بالصحة والعافية، وشهية طيبة، وسلام.